السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتنا أكلاتنا اليومية. النهاردة كده حبيت أشارك معاكم الغدا بتاعنا الجميل دون البسيط السهل اللي ما بياخدش أي وقت خالص معانا. دي حوالي نص كيلو من الكبدة، هنعمله بتتبيلة جميلة قوي. ده أول حاجة التتبيلة، حطيت فيها كده حوالي 5 فصوص من الثوم ومعلقتين من الخل وعصرة ليمونتين حلوين كده. طبعا الكبدة يعني توم وليمون، ده أساسي كده معانا، لازم نتبلها في التتبيلة دي، بتديها طعم حلو وريحة حلوة كده وانتي بتسويها. التوم والليمون، وطبعا معلقتين الخل. بنزل بقى عليهم كده بالشكل ده كده، بدوبهم مع بعض وانزل عليهم بالكبدة بتاعتنا. طبعا انا غاسله الكبده دي عشان دي كبده مستورده، مش بلدي. بس هنعملها النهارده ان شاء الله كده بطريقه جميله، هتحولها معانا من كبده مستورده لكبده بلدي، طعم وريحه وشكل وكل حاجه بالشكل ده كده. دي التتبيله بتاعتنا. ركنتها بقى كده على جنب، وبدات ان انا اعمل الفلفل ده بالشكل ده كده. بنضفه كده بالشكل دون، وهبدأ ان انا اقطعه على شكل جوليان وكده. ايوه تمام بالشكل ده كده. هجيب فلفلتين كده وهقطعهم. ممكن انت تحبي تزودي، يعني انا هحط فلفلتين بس. اللي يحب مثلا يزود يحط اكتر من كده ماشي. بس انا هحط فلفلتين من الفلفل الرومي ده، وهحط برضك واحدة من الفلفل الحامي. وطبعا الحامي دون تبع الرغبة، اللي بيحب الحاجات بقى المشطشطة هو اللي يحطها. بش ده، وهقطعه برضو كده وبنحطه على جنب، وهبدأ برضو ان انا اقطع القرن الحامي بقى بتاعنا. شايفين التتبيلة بقى بتاعتنا الكبدة كده حوالي نص ساعة كده في التتبيلة دي، على ما تخلصي كل اللي وراكي كده. دي اخر حاجة هنعملها الكبدة. يعني احنا هنعمل كده، بنجهز الفلفل وهنعمل الرز، وسايبينها في التتبيلة برضو كده منقوع بالشكل ده كده. شايفين بقى الفلفل الحامي بتاعنا ما شاء الله كده. دي بقى بصلاية كنت بقطعها كده، هي مش للكبدة، انا مش هحط بصل على الكبدة، مش هحط اكتر من الفلفل والبهارات اللي هنحطها عليها. انما البصلاية دي انا كنت بقطعها عشان احطها على الرز. هنعمل شوية رز كده حلوين، رز بالعدس او كشري اسكندراني، او رز بقى اصفر، يعني طبعا ما بتسموه. الكشري بقى بتاعنا الجميل ده كده، بس ببقى حمر له بصلايه. البصلايه دي بتخلي طعمه جميل جدا ما شاء الله. هنا جيت على النار بقى كده، وجبت الحله وحطينا فيها حوالي 5 معالق من الزيت. بشوف كده الزيت سخن، وهبدأ دلوقتي انزل بالبصلايه بتاعتنا دي. تمام بالشكل ده كده. وببدأ ان انا اصفر البصلاية دي تبقى صفرة كده باللون الذهبي الجميل ده. مش عايزينها تغمق قوي عشان ما تغيرش معانا طعم الرز، مجرد بس ان هي تاخد اللون الاصفر الذهبي، بتدي بقى ريحة حلوة للرز وطعم جميل. وهنا كده غسلت الرز مع العدس بالشكل ده كده. وشايفين بقى لون البصلة دي بالشكل ده كده، ما تكترش عليها اكتر من كده. وانزل عليها بالرز ما شاء الله بقى بالشكل ده كده. وبنقلب. أكلة جميلة وبسيطة كده، وما تاخدش معانا أي وقت خالص. يعني انت لو بتنضفي بقى عشان رمضان مش فاضية، ممكن تعملي الأكلة دي في 10 دقايق لولادك. ما تقوليش بقى أنا بنضف ومش فاضية أطبخ. لا، الأكلة بتاعتنا دي مش هتاخد منك أي وقت خالص. يدوبك شوية الرز هتعمليهم وهتشوحي لهم الكبدة، مش هتاخد أي وقت. بس الرز بتاعنا ده كده لازم نقعد نشوحه شوية حوالي 3 4 دقايق كده، عشان بيفرق جدا في طعمه وفلفلة الرز كده، يبقى مفلفل وجميل. التشويحة دي كده نقعد نقلب فيه شوية، بيبقى جميل جدا.
وطبعا هنحط الملح. انا مش هحط اكتر من كده، خلاص هو الملح بس اللي بنحطه على الرز ده. يعني في ناس بتحط، ممكن تحط كمون او كده، بس انا مش بحبه الرز الكمون على الرز. طبعا اللي بيحب طعم الكمون عليه عادي يعني. هنا حطيت بقى الملح، وهنبدأ دلوقتي نحط بقى المية كده. تمام، الرز بقى مخربش كده، بتحس ان هو بيخبط في الحلة، يبقى كده تمام خالص. هنزل بقى عليه بالمية. دول حوالي كوبايتين رز، هحط لهم كوبايتين مية. كوبايتين رز مع العدس، الاتنين كوبايتين، بنزل عليهم بكوبايتين من المية بالشكل ده كده. واسيب بقى الرز بتاعنا لحد ما يتشرب خالص ويستوي. وهنا كده بقى كنت بعمل شوية سلطة كده، حاجة بسيطة كده، مع الرز والكبدة كده، يبلعوا بيها الأكل. وطبعا عارفين فوائد السلطة مغذية، والخضار جميل قوي الأيام دي. بسم الله ما شاء الله كده. قطعنا هنا كده الطماطم، بس أنا بحب أشيل القلب بتاعها كده، ما بحبوش، بفضيها من جوه خالص بالشكل ده كده. بسم الله ما شاء الله بقى. وهنا شايفين الخيار وجماله، ما شاء الله. أكلة جميلة وبسيطة خالص، وما تاخدش أي وقت. كده خلاص خلصنا بقى السلطة، وخلصنا الرز بيتردد كده على النار اهون. وهنا جبت قرن فلفل من الأحمر ده، كان في الفريزر يعني متفرز، وجبته عشان احطه عليها، عشان بيديلنا طعم حلو برضك ولونه حلو. جبت هنا الطاسة وحطيت فيها حوالي 5 معالق من الزيت. ودي التتبيلة بتاعتنا بالكبدة كده. ببدأ انزل بشوية بشوية، ما نزلتش الكبدة كلها مرة واحدة، عشان الطاسة بتاعتنا وزيت ما يبردش شوية. ونزلت بالباقي بالشكل ده كده، صفيتها خالص من التتبيلة اللي هي فيها. ما بتاخدش اي وقت على البوتاجاز، يعني ما تحاوليش تزودي عليها في التسوية. الكبدة ما بتاخدش اكتر من 7 8 دقايق كده على البوتاجاز. حطيت كده معلقة من الملح، ونص معلقة من الكمون. وطبعا الطعم الجميل بتاعنا اللي هيخليها لنا حلوة كده، الكزبرة الناشفة بتنقل الكبدة في حتة تانية خالص. ونص معلقة من الكركم. الكركم جميل برضك، وكله فوايد، وبيعلي المناعة، وبيديلنا طعم جميل برضك ولون حلو، بيغير لون الكبدة كده، يديها لون جميل معانا بالشكل ده كده. شايفين ما شاء الله، لو شامين بقى الريحة كانت طالعة ما شاء الله على الريحة. والوقت ده كده انزل بقى بالخضار بتاعنا، ونديله تقليبة كده. مسافة ما نزلنا بالخضار مفيش دقيقة كده على النار ونطفي، يعني ما نكترش اكتر من دقيقة او دقيقتين بالكتير. الخضار بتاعنا ما بيبقاش مستوي قوي، يبقى كده في حتة قرشة كده بسيطة. شايفين بقى شكله والواناته ما شاء الله جميل. وهنا الرز بتاعنا شايفين عامل ازاي ومفلفل. وكده خلاص خلصنا اكلتنا. بسم الله ما شاء الله. شايفين بقى الطبق بتاعنا، شايفين ريحته شايفين ريحته، ريحته كانت جميلة ما شاء الله. وده بقى شايفين الواناته ما شاء الله عليه، كان جميل بجد. يا ريت تجربوها بالطريقة دي، هتعجبكم ان شاء الله. وده كان غدانا بقى المتواضع النهاردة. الرز الجميل بتاعنا بالعدس، او الرز او الكشري الاسكندراني، والخضرة طبعا، والسلطة الجميلة بتاعتنا، وشوية مخلل كده حاجة بسيطة كده. وده كان أكلاتنا اليومية النهاردة.
لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملنا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.